السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله. انا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. عايزه اقول لكم وحشني جدا جدا جدا، بقالي كتير قوي غايبه عنكم، بس والله غصب عني. يعني كنت مشغوله في شغل كده و... وبعدها اتشغلت شويه مع الولاد والبرد ونزلات البرد وحاجات كتير قوي. الاول كده الفيديو ده يعني آم، انا بعمله وانا زعلانه، والله العظيم حزينه جدا. اول رمضان يعني من 3 سنين، بقالي 3 سنين كنت بعمل كل اسبوع حد وتلات وخميس وافطار صائم. يعني كنت بعمل حد وتلات وخميس افطار صائم. آه للاسف يعني اول شهر ما عملتش فيه افطار صائم خالص خالص. دي اول مره اعمل فيها افطار صائم النهارده. ليه بقى؟ كل سنة كنت بربي دورة فراخ وبعمل حسابي، يعني مثلا بربي 150 بخلي 50 بعملهم وجبات افطار صائم، بكبرهم عشان يبقى مقاسهم كبير عشان يفرقوا معايا. السنة دي انا ما ربيتش دورة فراخ لرمضان، وكان عندي دورة قبل رمضان والحمد لله رب العالمين خسرت فيها خسارة ما فيش بعد كده. فحتى الدورة اللي انا كنت يعني مثلا انا بجيب دورة ببيعها وربنا بيكرمني بقوم ايه جايبة دورة تانية بالفلوس هي اللي بشتغل بيها. جيت انا جبت شويه فراخ ربيتهم دوره كده، وجيت خسرت فيها خساره جامده. يعني كان وقتها الكيلو الفراخ بتباع ب54 جنيه، وما كانش جايب التكلفه اللي انا كنت بشغله بيها، فخسرت فيها تقريبا كده كان نص الفلوس اللي انا كنت بشتغل بيها. فما عرفتش اجيب دورة رمضان من الخسارة اللي انا خسرتها للأسف الشديد. كانش معايا فلوس ان انا اكمل واجيب علفهم وكده يعني. فجيت اعمل اللي انا كنت بعمله كل سنة، لقيت الموضوع صعب جدا مع الغلا، مع يعني بصوا، عشان البنزين غلي شوية كل حاجة ترفع مرة واحدة، كل حاجة رفع مفيش بعد كده. ايه ده ده كمان. يعني انا طبعا انا والله انا حزينة. ليه ما عملش ليه ما عملش اللي انا بعمله كل سنة؟ لما جيت اشتري من بره لقيت كيلو الفراخ ب100 جنيه وب110 وب120. يعني بصوا اللي هو الحاجة غليت قوي، كل حاجة غليت قوي. ايه ده؟ لقيت نفسي عشان اعمل وجبات اودي للناس اللي كنت بودي لهم واعمل لهم، لقيت نفسي هكلف كمية فراخ كل فلوس هتتحط ومش هتعمل الوجبات اللي هتكفي الناس. فاستنيت شوية قلت هترخص الفراخ، استنى شوية اقول الفراخ هترخص، لحد لما لقيت مش حاجة بترخص بالعكس بتزيد. فقلت انا بقى على قد كده وربنا يقوي، وعامل لي شوية وجبات. لما قابلت عم محمد، بصوا انا عم محمد ده لو انتوا فاكرين عم محمد، يعني انا كنت دايما بقول لكم عليه ربنا يديله الصحة والعافية، ده عامل نظافة. كنت دايما بعمل وجبات بوديله، بقالي كتير ما عملتش وجبات بأمانة. فجيت انا معدية من كان يوم الحد اللي فات، بس هجيلكوا الفيديو ده يوم الخميس النهارده. في يوم الحد معدية ما كنتش واخدة بالي منه، هو مغير واقف في مكان غير المكان بتاعه. فلقيته بنده عليا يا أبلة يا أبلة. رحت بسرعة عليه ازيك يا محمد عامل ايه؟ وعم محمد ده عامل نظافة واصلا عنده إعاقة في رجله يعني. فلا ازيك عاملة ايه؟ وما فطرتناش ولا يوم في رمضان يا أبلة زي كل سنة ليه؟ اللي هو بصوا زعلت قوي من نفسي والله. طب ليه انا ما عملتش افطار صائم؟ ليه انا ما فطرتهمش؟ ليه يعني؟ زعلت. حتى انا يعني انا من اول رمضان، من اول شهر رمضان بعمل وجبة افطار صائم لآلاء ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، بس مشواره بعيد عشان اروح اوديله وجبة مثلا، وهو معاه 5 6 شغالين، وبعدين هو ما بياخدش وجبة واحدة. يعني انا لما بروح اديله وجبه بيقول لي انا عايز وجبه ليا والولاد، يعني اخد له 5 6 وجبات، اقول للولاد ولمراتي ما بقدرش اخد حاجه اكل حاجه من غيرها. يعني انا بفضل كده لحد ما اروح بعد المغرب وباخد الاكل وبناكل كلنا سوا. فاللي هو بعمل وجبه الاء ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. فوجبه واحده مش هتنفع ان انا اروح اديها للراجل، كلهم هيزعلوا، كل اللي حواليا هيزعلوا كده يعني. فقلت والله لا انا اعمل النهارده
باذن الله. كان الكلام ده كان الحد، قعدت الاثنين والثلاث والاربع وقمت من النوم النهارده الخميس، قلت ليه والله لا اتصرف من تحت الارض واعمل والله يعني. طب والله انا مش عايزه اقول لكم يعني ايه اللي تم واللي حصل عشان اعمل الوجبات دي، بس الحمد لله ان انا قدرت اعملها وتطلع على اكمل وجه. انا النهارده حبيت اكلمكم اقول لكم ليه، يعني عشان في ناس تيجي تقول لي ما تصوريش. ليه بتصوري؟ دي حاجه بينك وبين ربنا. بتصوري ليه؟ ما انا بصور عشان اقول لكم ان بيحصل معجزه كده، يبقى ما معكش فلوس خالص. والله العظيم ده اللي حصل معايا. ما معكش فلوس خالص ونفسك تعمل حاجه لله، نفسك تطلع الحاجه اللي انت متعود عليها ان انت بتعملها لله، فتبصي تلاقي، بصي يعني تلاقي ربنا سهلها، تلاقي الدنيا بقت بسيطة مش حاجة معقدة يعني، تلاقي ربنا يكرمك من باب رزق تاني. انا عملت الوجبات دي وربنا الحمد لله الحمد لله ربنا هيعدلها وهتتعدل وتبقى زي الفل. فعايزه اقول لك لو بصوا الاول كده يعني، اللقمه بتزيل النقمه زي ما امي كانت بتقول زمان، تقول لي اطعمي الفم اكلي اكلي، فاللقمه بتزيل النقمه. انا برضو عندي مشاكل في البيت، عندي بصي حالتي تعبانه جدا، في يعني بمر بظروف مش سهله مش احسن حاجه. فكل الحاجات دي والله ربنا بيعدلها لما تبصي ان انت عملتي وجبات كده وربنا كرمك وطعمتي خير وربنا سهل لك الحال. كل ده والله ربنا بصوا كلها تدابير من عند ربنا. تمام كلها تدابير. بس اللي انا بقول لكم في اول الفيديو ان انا زعلانه، رمضان عدى ما عملتش فيه فطار صائم، رمضان خلص اخر اسبوع في رمضان ما عملتش وجبات، مش باقي الا اسبوع واحد. بس كنت بعمل حاجه للامانه، حاجه دي اللي مصبراني شويه. كنت بعمل عصاير طبيعيه، يعني مثلا كنت بجيب لبن كل يوم وبعمل موز باللبن وفراوله باللبن جوافه باللبن، وبقوم كل يوم مطلعاها للجامعين اللي جنبي، الجوامع اللي جنبي، اعمل عصاير كده بالشفاشق بتاعته ام راشد اللي كانت بعتها لي شفاشق كبيره حلوه كده، واملى الاربع شفاشق بالعشر كوبايات وابعتهم مع الولاد ايه يفطروا الصائم اللي بيصلي قبل الفطار، يشرب شويه العصير الطبيعيين دول مع شويه تمر على الصينيه. فده كان مصبرني شويه. انما فطار اكل اطعام ما عملتش. اول مره تحصل من 3 سنين. انا كان بقالي 3 سنين ربنا كرمني وكنت بعمل كل سنه مرتين تلاتة. المهم بقى يا حباب قلبي عملت ايه؟ طلعت خدت بعضي وطلعت، جبت وراك، جبت 15 كيلو وراك، وجبت 2 كيلو وربع، جم 2 كيلو وربع صدرين كبار بانيه، جم 2 كيلو وربع، جبتهم الصدرين الكبار دول. للأسف الشديد كيلو البانيه ب260 جنيه، معرفش ليه بصراحة. كيلو الوراك ب115. فجبت 15 كيلو وراك، ده اللي ربنا قدرنا عليه واللي قدرت اعمله. وجبت ال2 كيلو وربع دول بانيه، قلت اقطعهم برضو هيساعدوا معايا. بس بأمانة يعني انا كنت جايبة كيلو الا ربع لوحده، ده الوجبة آلاء. تمام. بس انا قلت كده كده كله هيطلع، بس من فلوس آلاء نفسها من الوجبة اللي انا بعملها لها. جبت كيلو الا ربع بانيه. تمام. قلت هعمله وجبتين دول هيروحوا ايه الناس ايتام كده، يعني واحد وامه، ولد وامه، دول ست كبيره جوزها متوفي ومع ولد معاق يعني. فقلت دول وجبه آلية هيبقى كيلو الا ربع البانيه، هيروح الست دي هي وابنها. تمام. هنا برضو عايزه اقول لكم على حاجه، تصدقوا بالله ونعم بالله وانا بعمل اكل كده. انا عملت خلطه اهي، الحشوات الخضار دول هيدخلوا تحت الوراك هيدونا طعم وريحه جميله. انا جبت بصل وجبت طماطم وجبت فلفل وجبت اللهم صل على النبي خيار، وجبت خضرة. وقلت يلا غسلنا الورق. ام محمد بقى، ام محمد لقيتها بترن عليا من تليفون جوزها، ما معاش تليفون. ايه يا مراه؟ قلت لها ايه يا حبيبتي؟ قالت مش عندك حاجه هتعملها النهارده؟ قلت لها لا، ده انا بعمل النهارده افطار صائم وما تعمليش اكل عشان هبعت لك اكل انت وولادك. قالت لي لا والله لا اجيلك، انا هجيلك على طول. قلت لها تعالي. هي بتيجي بقى ايه بتحب يعني ربنا يرضيها يا رب، تحب ترزق تيجي طبعا. انا يعني مش يعني هي جات لي النهارده، ما ينفعش مثلا هي تجيني واقوم ايه تشتغل معايا وتعمل حاجه معايا او تساعدني حاجه
بأكلها، لا ده بتاخد أجرها ورزقها، وما ينفعش تاخد أجرها برضو. يعني ما ينفعش مثلا واحدة تقول أنا هديها أكل، ما تيجي تشتغل معايا واديها أكلها وخلاص، لا طبعا. والله والله عشان هي قعدت معايا بعد الفطار، أنا بعت وجبات لولادها ولحماها ولسلفها عشان ظروفه صعبة جدا هو كمان، وقلت هي تقعد معايا وتاخد أجرها وتتوكل على الله. المهم قالت لي لا ده انا هاجيلك، ده انا طب تروحي تفطري مع الولاد وخدي الحاجه. قالت لا، انا هقعد معاكي بعد الفطار عشان نلم الدنيا مع بعض. المهم هنا عملت ايه، جبت الطماطم قطعتها وبصل شرايح، والطماطم عملت منها طماطم وفلفل وفصين توم وبصل وعملتهم في الكبة، وحطيت البهارات اللي انتوا شفتوها دي للتتبيلة، وقطعت بصل شرايح وفلفل ماسك بعضه كده وبصل وطماطم شرايح، دول هيكونوا في الصينية من تحت زي ما انتوا شفتوهم كده. وبرده التتبيلة، وعصرت عليها ليمون وشوية خضرة زي ما انتوا شايفين كده في أرضية الصينية، وبدأت ان انا اتبل كل ورك يتبل يتحط في الصينية، ويتحط في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بقى اقول لكم على حاجة حلوة، والله العظيم ما هتصدقوا. في الاول كده وانا بعمل ايه، وانا بعمل الاكل في المطبخ، استنى يا حبيب، خد ما اقولك. بص انا مسجل لكم الفيديو، حبيب دخل عليا هساله على حاجه والله ما يعرف انا هقول له ايه، والله انت تعرف انا هقول لك ايه. طيب اتكلم. وانا بقلي البانيه وبعمل الاكل، مين اللي جه سأل عليا؟ خالتي هناء. ايوه بس ما كنتش تقولي اسمها. المهم انتوا مش هتعرفوها، واحده جارتي بس ابنها معاق وظروفهم صعبه جدا. قالت ايه يا حبيبي؟ عندكم بنات؟ قالت عندك بني جاهز؟ قلت لها ليه؟ قلتها والله ما عندي بني جاهز. قالت اصلا انا عامله شويه مكرونه ونفسنا العيال نفسهم في ايه يا حبيبي؟ قالت عيالها نفسهم في ايه؟ بنات. في البانيه. مش عندك بانيه جاهز؟ اصل العيال نفسهم في البانيه. والله رحت جبت من المحل مره لقيته وحش قوي. قلت لها تعالي، عملت ايه يا حبيبي؟ اللي بنات. رحت ماليه لها طبق رز وعليه 3 قطع كبار من البانيه، هتشوفوا انا عاملاه ازاي دلوقتي، وعليه ورك فرخه كمان. طبعا هي وجوزها، لا جوزها مش موجود، هي و3 عيال. رحت حاطه 3 قطع بانيه كبار كبار، وورك فرخه، ورك من الورك متبل، وعليه طبق رز بسمتي. وقلت شوف سبحان الله، ربنا رايد لها ان هي تاكل منه. تمام. جيت اتصلت على واحده تانية برضو مطلقة منفصلة، معها 4 عيال وامها معاها وهي 6 أنفار. فجيت بكلمها بقول لها الو، ايه يا ام فلان؟ قالت لي ايه؟ قلت لها ابعتي لي حد من الولاد، عشان طبعا كان هقول لكم برضو على الحاجه الحلوه، عشان برضو كنا بنودي في مكان تاني وما كانش عندي حد. فقالت لي طيب ليه انت عامله اكل؟ عشان انا كنت دايما بتصل عليها لما ببقى عامله اكل اقول لها يعني على طول فهمت انت عامله اكل. قلت لها قالت طب تصدقي بالله؟ قلت لها انا قالت ما لحقت اعمل اكل النهارده للعيال، والله ده كان قبل المغرب بربع ساعة، وبتقول والله ما عملت اكل، ده انا لسه بفكر اشوف اجيب ابعت الولاد يجيبوا فول واعمل سلطه ومش عارفه ايه وياكلوا النهارده كده، اصل ما لحقتش اعمل، كان عندي شغل وما لحقتش اعمل اكل. فشفت اتبسطت قوي. قلت لها بجد؟ قالت والله. فاتبسطت فرحت قوي. اللي هو ايه بقى، انا بفرح لما اكون بقى موديه حاجه مش تتركن، تتاكل كده واخد ثوابها على طول. فقلت لها طب ابعتي لي، راحت بعتت لي بنتها على طول. فما بعتت لي بنتها، بعت وجبتين لحد تاني برضو ست تانية جوزها متوفي ومعاها ابنها في البيت، فرحت ايه بعت لهم 3 وجبات. فبقول لها اتصلت على التانية قلت لها انا بعت لك وجبات، انت فين؟ قالت لي والله ده احنا كنا عند الدكتور ولسه مروحين، والله ما عملنا اكل ولا في اي حاجه، ده احنا لسه بنفكر بنقول اتاخرنا عند الدكتور والمغرب هيأذن نجيب طعميه ولا حاجه من على الطريق. شايفين؟ والله العظيم دي كلها كانت صدف النهارده. فراحت عامله ايه، قلت لها طب انا بعت لك اكل؟ قالت لي لا يخليكي والله ما في اكل، والله لسه بفكر نجيب طعميه وفول من على التراصل، كانت مرات ابني كانت تعبانه وبيكشف عليها ومش عارفه ايه. وراحت قالت لي كده. قلت لها لا انا بعت لك ليكي ولابنها اللي هو تعبان، عشان معاها ولد تعبان وولد كويس، الكويس ده بيشتغل بره وسايب مراته، فقلت يعني مش هنفطر مراته يعني. فرحت اتبسطت قوي. حاجة تانية بقى، راح يودي حبيب، راح يودي واحدة برضو مع يعني مع برضو جوزها متوفى، انا كنت مطلعه له وجبات النهارده اغلبها للمطلقات والايتام بس، لان الوجبات بتاعتي ما كانتش كتير بصراحة.
فالمهم ايه، راح يودي الواحده برضه جوزها متوفي ومعاها ولدين، ماشي. فراح يودي لها الاكل. هي جات لي بقى بعد الفطار، بيقول لي فضلت تضحك وتقول لي طب كويس ان انت جبت لنا اكل. فلقيتها جايه لي دلوقتي بتسالني على البسكوت، يعني على بيض للبسكوت. فبتقول لي والله الاكل بعتيه مع حبيب، احنا كنا عاملين اكل طعميه وفول. بصوا احنا عندنا دايما يوم الخميس ده اغلب الناس بيسلكوا، عشان بيبقى مصبح الجمعه عندنا السوق، فممكن يجيبوا حاجه بالسوق وخلاص، فراخ او سمك او حاجه. فقالت والله كنا عاملين دقه بتنجان وفول وطعم، ما جبناش طعميه حتى فول. دخل علينا حبيب بالاكل، رحنا راكلين الاكل التاني للسحور بقى، واكلنا الاكل بتاعكم. قلت طب كويس الحمد لله. شفتوا بقى، والله العظيم. رحنا نودي وجبه لست كبيره في السن، قالت ربنا يخليك، وده انا لسه بدي اقوم اشوف هعمل بيضتين افطر بيهم ولا اعمل حاجه. اللي هو بصوا كل حاجه جت كده. حاجه تانية كمان، وكانوا رايحين الولاد يودوا في مكان ايه يعني بره البلد شويه كده، لناس برضو عارفاهم، بعت لهم وجبات. فهو مودي لهم ومودي عند ام محمد وولادها، لقى الناس فرشين بفراوله عندنا على الطريق. فالمهم بيقول له ادى وجبتين ليهم. فراحت الست قالت له والله هات وجبتين كمان، ده احنا 4، احنا من اسماعيليه، وعبال ما نروح هيكون العشاء أذن كمان. يعني من اسماعيليه وجايين الشرقيه فرشين بفراوله على الطريق هنا. فاتبسطت، بقول والله العظيم خدوا الحاجه بعد ما كانوا بيشغلوا العربيه عشان يمشوا. كان المغرب خلاص هيأذن، ما فيش 10 دقايق على المغرب، 5 دقايق. بيقول راحوا يعني راجعين ورا، قاعدين ورا العربيه وفاردين نفسهم، وراحوا منزلين وجبات وادوا كل واحد وجبه، الست وجوزها والولدين اللي معاها. قالوا احنا يعني هو كان بيناولهم وجبتين، مش شايف الناس التانية. فلقى التانيين واقفين عند العربيه بدهم يركبوا يمشوا، فراحوا فاردين نفسهم ورا العربية، قاعدين فرشين حاجة وراحوا قاعدين. قالوا خلاص ربنا كريم هنفطر هنا. فشايفين متخيلين، والله العظيم انا النهارده مبسوطه جدا جدا جدا. انا طبعا ما قلتلكوش على الحاجه عشان انتوا شفاتوا وبتعملوا احسن مني كمان، بس انا طبعا طبخت انا بقول لكم على الاحداث اللي حصلت اللي فرحتني وبسطتني قوي، ان الوجبات طلعت لناس طبعا تستاهل. طبعا انا ما كفتش الناس كلها، يعني في ناس طبعا ما وديت لهاش خالص خالص، ووديت لعم محمد بس اللي قلت لكم عليه، وخد 4 وجبات، يعني واحده ليه و4 للبيت عنده، والناس اللي بتشتغل معاه 3. كل واحد خد وجبة برضو، وكل واحد خد وجبتين. واحد قال انا عايز وجبة ليا ولمراتي انا وهي بس في البيت، ناس كبار. وواحد تاني قال انا عايز وجبة ليا ولبنتي. وواحد تالت التاني خد وجبة واحدة بس. المهم ايه، انا ما كفتش الناس كلها، انا ما كفتش الناس اللي انا كان نفسي اودي لها، عشان ظهر لي ناس زي مثلا بتوع الفراوله. واحد كان بيبيع هريسه على الطريق بسبوسه كده برضو، شاف الولاد وهم بيدوا، راح قال لهم ادوني وجبه بالله عليكم، اصل انا لسه مش هروح دلوقتي، ولو خدت الوجبه مش هروح، عندنا شغاله بعد المغرب. فبصوا الحاجات دي كلها كانت تسهيل من عند ربنا، تسهيل من عند ربنا. ايوه ما وديتش للناس اللي انا كنت عايزه اودي لهم، بس كان الاكل مقسوم لناس تانية، فاهمين؟ اللي هو ناس تانية مقسوم لهم ان هم ياكلوا الحاجة دي. ما شاء الله النهاردة انا عامله لكم الفيديو بالتتبيلات بس، انا تبلت وحطيت التتبيلات ودخلت الفرن الصواني، وبكره ان شاء الله باذن الله انزل لكم الفيديو بقى بعد التسويه. هنا برضو بصوا انا حطيت الصواني تاخد غلوتين على البوتاجاز الاول ورايا هم، وبعد كده هدخلهم الفرن بقى بالورق الفويل ده، حلو قوي بيحبس البخار فبيسوي الحاجه بسرعه. وهنا البانيه اهو ما شاء الله، والله كان برضو عامل كميه حلوه مش قليله، هتشوفوها بعد ما تحمر ما شاء الله كانت حلوه جدا. عملت بقى انا جبت رز بسمتي، كنت جايبه 4 كيلو رز بسمتي، مشي ال4 كيلو حسيتهم قليلين، عملت 2 كيلو رز بشعرية، عليهم كيسين شعرية، يعني كيسين شعرية على 2 كيلو رز بلدي من بتاعنا، رز بشعرية على ال4 كيلو رز بسمتي، عشان ما كفوش، يعني ما حسيتهم مش هيكفوا. وفعلا الاكل الرز والحاجة كلها طلعت يعني على القد بالظبط، على القد، حتى ما بقيش اكل عندي في البيت، يعني شوية رز صغننين قوي اللي بقيوا، وشلت ايه وركين 2 وحتة بانيه، والباقي كله راح لاصحاب نصيبه. حتى الولاد قالوا يا ماما خلي بالك البانيه كان طعمه جميل احسن من كل مره بتعمليه.